الاول ايه حكايتك مع ضربات الجزاء؟ ان انا كويس فيها، ان انا يعني ايه اللي نماها، ولا هي موهبه لا ولا هي ايه؟ موهبه طبعا، اه. موهبه اولا. مم. وخد بالك دي موهبه فيها كل صفات حارس المرمى، مم. يعني هي مش بالحظ على فكره. مم. اللي هي يعني الشخصيه. شخصيه، ثبات انفعالي، قوه، قدرات بدنيه، اقوى. مهاريه، في نفس الوقت التوقع كويس، قرايتك للاعب وهو داخل موقف اللاعب، وهو داخل انهي داخل ازاي، بانهي رجل، بانهي ايد، كل ده تفاصيل. مين اللاعب اللي انت كنت محظوظ عليه بصد ضربات جزاء منه، او بتبقى عارف وهو جاي كده ان انت هتصدها؟ لا ما اتكررتش كتير مع لعيبه كتير، بس انا فاكر يعني ضربه جزاء كانت في ماتش الماتشات وكنت متاكد ان انا صدها. كان ماتش الاهلي وبرده كنا بنلعب الاهلي وقتها 94، وكان انت عارفه كان في مدرب اسمه الفريد ريدل، رضا. وبعدين مشي وجه رزق. وقتها كابتن حسن شحاته وكابتن ايوه. طه بسري مع بعض، وبنلعب الاهلي والنتيجه 1-0 اعتقد نبيل محمود جاب الجول، وجه ضربه جزاء في الشوط الثاني دخل فيها عادل عبد الرحمن. فانا كنت متاكد انها صد ضربه جزاء، لان قبلها كان الاهلي بيلعب ماتش فاينل افريقيا وعادل اللي شاط ولعبها بشكل معين بطريقه معينه، فانا ركزت فيها قوي فصديتها، بس صديتها راحت مش عارف كده، راح ابراهيم حسن جاب الجول بالظبط تعادل. بالظبط، هي دي ضربه جزاء كنت متاكد ان صدها فعلا. دي الضربه الوحيده اللي انت كنت يعني ضربه، بس كل ضربات كل ضربات الجزاء في مواقف اللعب اللي انا لعبتها مع الزمالك او مع المنتخب ما كانش بيبقى عندي شك ان انا مش هصد، كنت انا متاكد ان انا هصد. ايه ضربه الجزاء اللي انت بالنسبه لك كانت غريبه جدا؟ اغرب ضربه جزاء ماتش المنصوره، كنا بنلعب المنصوره في الكاس معايا، وكان في مطر، وكنا كاسبين الماتش ده 2-0، وبعد كده فجاه كده 1-2 وبعد كده ضربات جزاء، وبعدين كره اتشاطت صديتها برجلي وخبطت في رجلي التانية ودخلت جول، فاهم؟ فتحس كده ان الدنيا مكهربه كده، مش احسن حاجه، فاهم؟ كان الماتش ده كان ماتش غريب. اتفرجت لك انا على ماتش كان وانت تقريبا في المصري، الفرقه الغريبه اللي انتوا كنتوا موجودين فيها، انت وعماره وحسام وابراهيم وكمونه، صح، كنتوا رايحين تخلصوا على لا يا راجل والله عملنا موسم كويس على المصري. لا عملنا موسم كويس، وصلنا في سيمي فاينل الكاس وقتها. مصري والاتحاد بالظبط. ولعبتوا اكتر من 15 ضربه او 10 ضربات. كتير كتير جدا. بالظبط. ليه بقى كان يعني ظروف ان انتوا كنتوا موجودين كل النجوم دي؟ والله كانت تجربه حلوه قوي. انا بحب الانديه الجماهيريه الحقيقه، يعني قبلها بسنه كنت في الاتحاد، يعني انا بحب اجرب، يعني ما عنديش مشكله ان انا ادخل في تجارب، ما عنديش خوف، ما عنديش خوف من بكره، ما عنديش الكلام ده. انا يعني اكيد بحسب الامور كويس وبتوكل على الله. فانا كنت بحب قوي الاتحاد وبحب قوي المصري، فاهمني؟ ف فرحت الاتحاد، وبعد كده طبعا طبيعي انك انت هتحاول قد ما تقدر، انما هيبقى صعب قوي تنافس الاهلي والزمالك، تكسب بطوله دوري، ممكن تكسب كاس بتاع. فقضيت سنه كويسه قوي مع الاتحاد وعملنا حاجه كويسه قوي، وظروف اصابه وقتها برضو رحنا برضو نفس الموضوع، كان كمونه ووليد صلاح وانا، ورحنا الاتحاد مع اللعيبه الموجوده وعملنا موسم رائع في الدور الاول. بعد كده وليد اتصاب، حسن مصطفى اتباع للنادي الاهلي انا فاكر، فالفرقه شويه بقت مش احسن حاجه، بس نهينا كويس يعني، ما فيش بقى هبوط وحاجات من دي. وبعد كده رحت المصري مع حسام وابراهيم وكمونه وعماره بالظبط، ومع كان في لعيبه طبعا كويسه هناك كمان. عملنا موسم كويس والله، مش وحش يعني.